وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج وجهة نظر. للأسف في الأيام 20 الأخيرة أو ال3 أسابيع الأخيرة تمر غزة وبلد العزة بأصعب أيام بسبب قصف قوات الاحتلال ليها لكل ما هو حي في غزة. لا تفرق بين طفل وامرأة، بين شيخ أو عاجز في غزة. كل ده كان بسبب إن حركة حماس أو حكومة حماس في غزة يوم 7 أكتوبر قامت بعملية عسكرية داخل غلاف غزة، قتلت 1400 جندي ومواطن، ومش هقول مواطن لأن دول محتلين، ولكنه مدني، ومش عارف هفسرها مدني ازاي وهو تبع قوات الاحتياط، بس بيتقال في المجتمع الدولي مدنيين، وهنمشيها مدنيين زي ما بيقولوا. 7 و8 كان في مواجهات ما بين قوات الاحتلال او حماس مع القواعد العسكرية اللي موجودة في المستوطنات او القريبة من غلاف غزة، في داخل غلاف غزة، ومات 1400 واخدوا أسرى ورجعوا بيهم غزة. يقال في آخر تصريحات إن هم 230 أسير. ده كان آخر حاجة عملتها غزة، آخر حاجة عملتها حماس، غير شوية رشقات كده، صواريخ بتنضرب على مدار الأيام، كل يوم 10 15 20 صاروخ، نادرا إن يعملوا أي إصابات داخل غلاف غزة، وشوية مناوشات على حدود لبنان من حزب الله، وبرضه يوم 1 2 3 من الجنود قوات الاحتلال. طيب، ثم بعد عملت كده يا حماس، وبعدين من يوم 7 للحظة اللي أنا بكلمكم فيها وغزة تمطر صواريخ من طائراتها، من طائرات قوات الاحتلال فوق منها، هدم للبيوت، مستشفيات، كنايس، جوامع، كل ما هو موجود أخضر ويابس، حي وميت، بلا رحمة، بلا رحمة. لا فارق معاهم دول أطفال، ولا فارق معاهم دول نساء، أو سواء هم لهم ذنب أو ما لهمش ذنب، والحجة إنهم عايزين يقضوا على حماس. وحماس موجودة في الأنفاق من تحت، كل الضرب وكل الكلام ده كله ما بيصيبهاش بشيء، لا تنضر
طيب يا حماس، كان الهدف ايه؟ يعني من اللي انت عملتيه ده كان الهدف ايه؟ يعني ايه فكرتك؟ انت طلعت تضربي وهتاخدي اسرى وترجعي عشان مين؟ يعني الاسرى خدتهم معاكي عشان مين؟ علشان اسرائيل او قوات الاحتلال ما تضربش غزه؟ بتضرب غزه وبتبيد غزه، ولا علشان تبادلي بيهم بناسك المعتقلين في عند الاحتلال في سجون الاحتلال؟ فقط لا غير. لا قضية فلسطينية ولا غزاوية ولا كله في البدنجان. الأسرى مقابل المحتجزين أو في سجون قوات الاحتلال من حماس فقط، فقط لا غير. مش علشان ان هم ما يضربوش. فقضية حماس، فقضية حماس مع الاحتلال هي فقط المحتجزين عند الاحتلال، قوات الاحتلال من حماس، او اللي في سجون في سجون قوات الاحتلال. لا هي قضية لحل ولا لغيره. تاني يوم، تاني يوم الموضوع ده اتفاجئنا بان قيادات او القيادات السابقة اللي كانت موجودة في حكومة الاحتلال تقول لك احنا عايزين افتحوا للغزاوية في سينا ولغاية اما نقضي على حماس. طبعا ده اتقابل برفض تام من القيادة المصرية، وده موقف نشكر فيه القيادة المصرية عليه وقيادة القوات المسلحة، لأن ده فيه تصفية فعلية لكل القضية الفلسطينية كلها. النهاردة بتوع غزة هيجوا سينا وبتوع الضفة يروحوا الأردن. خلصت، انتهت. ما عادش في حاجة اسمها فلسطين، ما عادش في قضية فلسطينية. الموضوع انتهى زي ما حصل في 48 وفي 67. انتهت. هجر كل سنة وانت طيب، وان منك بقى لهم، منك بينك وبين اهلك. مش دول بتوع غزة؟ مش تيجي تدافع عنهم؟ اهم عندك. من يوم ما اتوجدت حماس، من يوم ما احتلت حماس غزة، من يوم ما احتلت حماس غزة، وكل مفاوضات اول ما تيجي تنتهي وتقرب على نتائج، حماس تضرب طلقتين تبوظ المفاوضات. 4 5 مرات، 4 5 مرات. حماس لا تريد الا دولة غزة او دولة حماس. موضوع دولتين وتكون هي متضامنة دولة فلسطينية واحدة الضفة مع غزة مش تبعها، مش في حساباتها. هي عايزة دولة غزة فقط لا غير. فلوس، دولارات، دولارات جاية من قطر والامارات والسعودية والكويت ودول هي اللي صعبانة عليها اهلها. انت متحامل ليه يا عم محمد على الناس دي؟
يعني انا حد كده يسالني يقول لي انت متحامل عليهم ليه؟ انا لا اثق في حماس، ومن المفترض ان مفيش واحد في مصر يثق في حماس. اللي شاف جاره اللي كان ضابط في الجيش او في الشرطه في سينا وانقتل بايد حماس والقسام ما يثقش فيهم. اللي شاف المسجد اللي انضربت فيه الناس في سينا والناس بتصلي الجمعه لا يثق في حماس. نواياها مش اسلام، نواياها مش قضيه، نواياها فلوس فقط لا غير. اسماعيل هنيه سايب القضيه وسايب غزه، وخالد مشعل وقاعدين الاثنين في قطر. تعملوا ايه؟ حضراتكم بتعمل ايه؟ بتدير الحرب وانت هناك قاعدين بتعملوا في قطر. رئيس السلطه سلطه حماس والنائب بتاعه قاعدين في غزه في قطر بتعملوا ايه؟ بتديروا الحرب من هناك؟ بتجاهدوا في فنادق قطر؟ يقول لك يلا يا جيش يا مصري حرر غزة ووقف الضرب ده على غزة. وازاي المسلمين بيموتوا في غزة؟ هم مسلمين بس القضية مش قضية دين. امريكا ودول العالم اخترعت ان هي قضية دين واحنا مشينا وراهم. هي مش قضية دين، مش قضية دين اطلاقا. لو قضية دين كان نجحت قضية الدين بتاعت الحملة الصليبية اللي هي كانت برضه انجلترا وفرنسا واسبانيا واللي كانوا فيها. مش هم دول؟ مش هم دول برضه اللي ورا قوات الاحتلال او الاحتلال دلوقتي؟ هم هي انجلترا وفرنسا برضه. مش هم دول اللي ورا قوات الاحتلال؟ دول كانوا مسيحيين. الحملة الصليبية ديت كانت مسيحيين، المرة دي حملة يهودية. القضية قضية ثروات، استنزاف، استغلال. والاحتلال اللي موجود عندنا ده ما هو إلا قاعدة عسكرية بشعب، قاعدة عسكرية لأمريكا بشعب، لا دين ولا غيره. وزير الحربية الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي اللي موجود النهاردة في إسرائيل بقاله 20 يوم هو اللي ادى أوامر برضه بضرب الكنائس موجودين في غزة. المسيحي بايدن رئيس أمريكا المسيحي ما فرقش معاه ضرب الكنائس في غزة. الموضوع مش دين، موضوع مصالح، بيزنس، فلوس، قصة فلوس. مين يوتر المنطقة؟ مين يخلي الجيوش العربية تشتري فلوس، تشتري سلاح بدولار؟ مين يعمل قوة؟ القصة كده. احنا بقى اتسوق لنا ان العملية دينية ومشينا وراها علشان مين يطلع؟ الجهاد الإسلامي، تطلع داعش، ويطلع القاعدة، وتطلع قسام، تطلع حماس. توتر موجود في المنطقة. فافضل انا موجود انا راخر اعمل قواعد بقى فين؟ اعمل قواعد في السعودية، واعمل قواعد في قطر، واعمل قواعد في البحرين، واعمل قواعد في عمان، واعمل قواعد في سوريا، واعمل قواعد في العراق، واعمل قواعد في المغرب، واعمل قواعد في الجزائر، واعمل قاعده. ايه خير يا رب؟ هو انتوا فين؟ اشمعنى الدول العربيه؟ فوقوا. القواعد دي كلها موجوده في الدول العربيه ليه؟ بتحمي مين؟ ما بتحميش حد. الحوثيين قعدوا يضربوا في السعوديه، ما فيش طلقه طلعت من قاعده امريكيه.
ولا قاعده طلعت من قاعده اماراتيه. ما تفوقوا، فوقوا بقى. اللي بيقول لك اروح هحارب لوحدي. انا اروح احارب امريكا والمانيا وانجلترا وفرنسا وكندا لوحدي؟ ما فيش جيوش تاني. السعوديه ده عيالين وغطره، جيش ما فيش جيش، شويه اسلحه بس. قطر تاني حاجه، ما فيش واحد من دولت يقدر يفتح بقه مع امريكا يتشال من الحكم الصبح، ولا واحد من زعماء الدول العربيه الا مصر الوحيده اللي واقفه. اللي امريكا من يوم ما مسكها رئيس عبد الفتاح السيسي وهي مش عايزاه. اللي امريكا لسه ما فيش من كام يوم، من كام شهر، وقفت له الدعم اللي هو بتاع الاتفاقيه كامب ديفيد، المليار دولار، عشان حقوق الانسان. اصل الحكم عندنا في مصر ما بيراعيش حقوق الانسان، والحكم في الاحتلال في قتل غزاويه اللي تودي له 100 مليار دولار عنده حكم الاسلام، عنده حقوق انسان. دول عندهم حقوق انسان، واحنا نتوقف المليار دولار فوق. تقدر تقول لي كده بقى مين بقى هيقف معاك كده في حرب الدول دي كلها؟ السعوديه اللي فيها قاعده امريكيه، ومهرجان الجده ولا مش عارف ايه، الرياض دلوقتي شغال. الامارات ده دانت فلسطين كلها، مش فارق معاها. مين؟ بحرين؟ لا. طب يمكن تكون الامارات، طب يمكن تكون العراق. لو هو في عراق، في حاليا عراق، في دوله بجيش كده عراقي موجود، اللي فيه قاعده امريكيه وقاعده روسيه وقاعده ايرانيه وقاعده تركيه وقاعده داعش، كل ده قاعد في العراق. الله يرحمك يا صدام يا حسين، الله يرحمك يا صدام يا حسين. سوريا، في سوريا موجوده دلوقتي، سوريا اللي فيها قاعده امريكيه وقاعده روسيه وتركيا دلوقتي غير داعش. نروح لمين تاني؟ ليبيا. ليبيا اللي بيضربوا في بعض حاليا، جنوب في شمال، في قبائل، في سلطه، في مجلس. السودان اللي بقى جنوب السودان والدعم السريع بيضرب في الجيش. اروح فين؟ مين اللي هيجي يقف معاك؟ قول لي يا اللي عايز تحارب. انت هتحارب ايه؟ هتحارب الدول العظمى دي كلها لوحدك؟ خلي في شويه منطق. احنا مش حركه، مصر ما هيش حركه. مصر دوله، ودوله كبيره بتحافظ على شعبها، ما بتاخدش خطوه غير وهي محسوبه. مش هنطلع نضرب طلقتين والشعب يتبات زي ما حماس عملت مع شعبها. حماس هي اللي ضحت باهل غزه. خلينا واقعيين. اما ما تعملش حساب لخنادق بقالك 17 سنه بتاخد مليارات الدولارات من الدول العربيه، وما بتعملش انت تنميه في غزه. التنميه كلها اللي بيعملها السلطه الوطنيه والانروا. انت ما بتدفعش جنيه، انت هو الفلوس كلها في جيبك. اهل غزه، اهل حماس، هم اللي بياخدوا الفلوس وعايشين بقى في قطر وفي الدول. انما اهل غزه ما بيشوفوش حاجه. ما تعمل لهمش مخبأ واحد يحميهم من الطيران والقصف والصواريخ، سواء البحريه ولا البريه ولا الجويه. ما حماش طفل، ما عملش حساب واحد غزاوي في اكل، عمل حسابه لنفسه بس، وعايش تحت الانفاق.
لا بيموت لا هو ولا حد من اهله، انما اهل غزه يتبادوا مش مشكله، ما لهمش لازمه بالنسبه له، ما لهمش لازمه. قلبنا بيتقطع يوميا على الاطفال اللي بتموت والناس اللي بتتموت والدوله اللي بتتدمر، عمارات بتاع على اهاليها. ما شفتش واحد غزاوي، واحد حمساوي اطلع اضرب صاروخين عشان الضربتين اللي شغال. عايزينهم يجوا عندنا يعني؟ مش هيحصل، مش هينفتح حدود، مش هينفتح حدود. اللي عايز يروح يحارب يتفضل، حدود مفتوحه، اطلع وحارب لو راجل. ما تعمليش اللي انت بتحارب على النت. العنجهيه وفتحه الصدر ديت اللي صعبان عليه حد وصعبان عليه حماس وشايف ان حماس عملته صح، يتفضل على هناك. احنا مش كل الهدف منه مصر، الهدف من كل اللي بيحصل ده بمعاونة حماس نفسه مصر. المخطط ده كله هدفه مصر، ان ارض سيناء تبقى هي ساحة المعركة للحرب العالمية الثالثة، اللي تتنقل الحرب روسيا واوكرانيا لارض مصر. اصل احنا مش شعوب بني ادمين، انما هناك لا، الموضوع اكبر بكتير من حماس. الموضوع الدولة الوحيدة الباقية واقفة على رجليها هي مصر، واللي ما يفهمش كده يبقى ان شاء الله ما فهم. لنا حلقة تانية بتفسيرات تانية، ودي وجهة نظري، تختلف معايا او تتفق معايا انت حر. انا بقول وجهة نظري. مصر هتفضل موجودة بأهلها وشعبها وجيشها، بقوتها، بقيادتها، بقوتها السياسية. ربنا يبارك لنا فيكي ويحفظك من الخونة الداخليين قبل الخارجيين، ومن اللي بيتخطط لمصر. ربنا يحفظ مصر من اللي بيتخطط ضدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.